ماكرون بحال هذاك ليكس المدلول، ولكن جا سيدو يعاود له الترابي حتى الشما المدلول. ماكرون فاش غادي يشوف ان الاعلام ديالو الخبيث فاشل غادي يبدل الخطه، يخرج يمثل علينا ويدور في الاعلام ديالو زعما بركه ما تبرهيش وعلاقتنا بالمغرب راه مزيانه. لا كتكذب، ما مزياناش. ماكرون غادي يتحمس وغادي يدير خطاب للمغاربه، وحنا بغينا نعاونوكم سورتو في اعاده الترميم. صحابكم تيفكر في المغاربه؟ لا، تيفكر في الشركات الفرنسيه اللي غادي يدخلنا ويضربوا العاقه. وعاش من قال ان المغاربه هما اذكى شعب في العالم، حتى هما طلعوا له فيه وقالوا له حنا كنسمعوا غير الخطابات اللي فيها شعبيه العزيز. ماكرون تلف، شداتو الدوخه، بقى له حل الاخير ويصيفط لنا وزيره الخارجيه في التلفازه الفرنسيه وبصالون مغربي. يا حليلي ايه الحلاوه دي، باش تقول لنا ان العلاقات غادي يتحسنوا، وراه زياره مرتقبه لماكرون في الايامات الجايه، وقريب يتلاقى بملك المغرب فاس فاس. والمغرب ما عطلهمش، حنا ما عارضين على حد، وماكرون ما كنشوفوش في جدول الاعمال ديال ملكنا. وصدق ماكرون لا ديدي لا حب الملوك، ما ناجح لا داخليا لا خارجيا، وهي هذه فاش كتبع طريق الكبرانات الكحله. اما واحد قاد المالح وجمال الدبوس وصحفيين وصحفيات مغاربه عايشين تما ضربوا فرنسا بالكامل.